بقول دي حاساها عريضة شوية. تمام. ينفع ان هي تبقى كيرف كده. تمام. محتاجين نضيف نحت شوية. ودي مشبوهة من هنا كده الأرنبة دي. والأنف محتاجة تطول شوية. السلام عليكم. واحدة من الحالات المشهورة الأنف الطويلة. نعرف إن الأنف طويلة منين؟ لأن المسافة بين الشفة العلوية وأرنبة الأنف صغيرة جدا زي ما احنا شايفين. ده بيعمل ظل للإضاءة في التصوير وبيدي انطباع دايما بسن أكبر من السن الحقيقي. في بروز في ظهر الأنف، في الحقيقة البروز مش كبير قوي ولكن هو بروز عظمي، عشان كده حاد جدا وبياخد العين دايما ومسبب مشكلة للمريضة. عظام الأنف من أعلى عريضة إلى حد ما. الغضاريف المكونة لأرنبة الأنف تخينة، هنحتاج إن احنا ننحتها عشان التب تكون ديفايند ومرفوعة لفوق. عندنا مشكلة تانية إن الغضاريف المكونة لأرنبة الأنف بعيد عن بعضها أو مشقوقة، بتدي انطباع بأنف عريضة أو أرنبة ديفيوز بتقع أثناء الضحك. دي التفاصيل اللي هنشتغل عليها أثناء العملية إن شاء الله. شكرا لدعواتكم الجميلة. 60 دقيقة فصلتنا عن الوصول إلى أنف مثالية بفضل الله. في مناين نوز ظهر الأنف مقعر قليلا للداخل زي ما احنا شايفين. عظام الأنف من أعلى تم نحتها. الغضاريف المكونة لأرنبة الأنف تم ضمها لنحت وتصغير الأرنبة. الأرنبة أصبحت سبورتد، مش هتقع أثناء الضحك زي ما احنا شايفين، وأصبحت ديفايند وبتعكس نقطة النور اللي ساقط عليها. الأنف تم تقصيرها وده باين من المسافة بين الشفة العلوية وأرنبة الأنف اللي كبرت، والزاوية اللي بينهم اللي اترفعت لفوق عشان الأنف تبقى باصة إلى أعلى دائما. الحاجز الأنفي اللي كان مضايق التنفس من الداخل تم إصلاحه باستعمال المنظار. شكرا لدعواتكم الجميلة، في انتظار تعليقاتكم إن شاء الله.